مرحبا. اليوم غدانا أفخاذ مشوية بالفرن مع تمن الباقلة. الأفخاذ أني تبلتها ملح وليمون وفلفل أسود وشوية بابريكا وزيت زيتون. وهسه الرز مالتي راح أبزله، ناطرته يستوي، وبنفس الوقت بديت أحمس الشبنت بشوية زيت زيتون. هذا الشبنت مالتي مجمد، راح أبقى أحمس بيه إلى أن يتناشف تماما، إلى أن أشوف حبة الشبنت تيبست من التحميص. بعدها أني مهيئة الباقلة، أيضا أني الباقلة مجمدة جاهزة، راح أديرها عليه. هسه هنا هاي المرحلة الثانية، هسه تيبست عندي تقريبا الشبنت، وراح أدير الباقلة شوية أقلبها كم تقليبة، وراها التمن المبزول راح أديره عليه، وأبدي أيضا أخلط الرز بالتمن والشبنت. هذا الرز المسلوق أو المبزول. هنا من ورا ما خلطته مثل ما تشوفون هسه تلابست الباقلة مع الشبنت مع الرز، وراح أوفى على التهدير. تقريبا ياخذ تهدير 3 ساعة، نار كلش هادئة على المهدارة. تقريبا ورا ساعة وشوية، ساعة وربع الأفخاذ استوت، وهذا التمن باقلة تهدر، وغدانا أصبح جاهز. واليوم صادف ولادة الإمام علي، متباركين بالولادة الميمونة، وإن شاء الله ينطيكم أمراتكم جميعا. لا تنسونا باللايك والمشاركة، واللي يحب الإمام علي اليوم يخلي لنا لايك. تحياتي أم نور، مع ألف سلامة. نهنئ الإمام صاحب الأمر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف.